اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وهعمل معاكم السجق بطريقة حلوة قوي وكمان اقتصادية. معايا سجق، الكمية طبعا المناسبة ليكوا، نص كيلو، كيلو، اللي متوفر عندك اعمليه. هنجيب طاسة، مش هنحط فيها ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هننزل بالسجق. تكون طاسة سخنة، وهننزل بالسجق. هينزل كل الدهون اللي فيه، احنا مش محتاجين نحط ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. عايزه اقولك ان انت لو انت اصلا ما عندكيش زيت في البيت ولا سمنه، هاتي السجق وما تشيليش هم اي حاجه. هو هينزل الزيت اللي فيه والسمنه وكل حاجه. خلاص، اشوحه بقى كده، اديله لون. وبعد كده اجيب بصل متقطع جوانح، وهشوح البصل كده مع السجق. لو تاخدوا بالكم ان انا اصلا مش مقطعه السجق. خلاص، هسيبه بحاله كده علشان بيتفتفت. وهنزل بقى عليه بفلفل الوان، ما كانش عندي اصفر، كان عندي احمر واخضر بس. حابه تحطي حامي حطي. همسكه بقى بالمقص في الطاسة كده، واوطي عليه النار، وابدأ بقى ايه اقصقصه بالمقص كده بس بعد ما يستوي. هنزل عليهم بقى ببطاطس مكعبات. يعني حوالي 3 بطاطسيات كده متوسطين. هنحطهم. عايزه اقول لكم ان انتي الوجبه دي هتبقى مشبعه جدا، ومش محتاجه انتي تعملي جنبها ولا مكرونه ولا اي حاجه، هو بس طبق السجق ده، واقتصادي جدا. هنزل عليها بقى بالبهارات بتاعتنا. مكعب مرقة، فلفل اسود، مش هنكتر بهارات يعني، ولو عندك بابريكا حطي شوية من الكمون، شوية من الكزبرة، البهارات خفيفة يعني، مش هنحط بهارات كتيرة. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه. دي بابريكا، توم بودرة وبصل بودرة لو عندك حطي. عندك 7 بهارات حطي، يعني في اللذيذ. ولو ما عندكيش خالص هما كفايه بس شويه الفلفل الاسود. ولو انتوا بقى اول مره بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم. هجيب بقى طاجن بايركس او صينيه ألمونيا اللي متاح عندك، اعملي فيه. وسخن فرن هولعه من تحت ومن فوق، علشان انا بس عايزه اشمعه يكمل سواه جوه الفرن. انا اديتها غلوتين كده على النار، وهكمل سواها جوه الفرن. جربوا بقى الطاجن دوت بالطريقه ديت، حلو قوي وهيعجب ولادكم. مش لازم يكون حار. وكده الفيديو خلص. مع السلامه، اشوفكم